صوتي من واحد سيوة. في إجازة منتصف العام التحقت بمخيم في واحد سيوة. كنت مترددا في البداية، فهي بعيدة وسط الصحراء دون شواطئ أو أبراج، فماذا سأجد هناك؟ لكن ما إن وصلت حتى تغير كل شيء. نهر يملأ الأفق، عيون ماء دافئة وهدوء يشبه الحلم. قال المرشد السياحي: يا كريم، سيوة ليست مجرد واحة، إنها تحكي حضارة عميقة. انقسمنا إلى فرق للمياه وأخرى للنخيل، وكان فريقنا مسؤولا عن المباني الصديقة للبيئة. تعلمنا أولا كيف تبقى البيوت البسيطة باردة من دون أجهزة كثيرة، فالنوافذ عالية وظلال النخيل في كل مكان. زرنا قرية شالي المبنية من الطين والملح، وقد صمدت مئات السنين بفضل جدران سميكة وفتحات تهوية ذكية. قال المهندس في سيوة: تعلمنا كيف نبني دون أن نؤذي الأرض. صممت مع زملائي مجسما لمدرسة تبنى من مواد الواحة وتعمل بالطاقة الشمسية، وأعددنا لوحة صغيرة تشرح فكرتنا للزوار خطوة خطوة. وفي اليوم الختامي قدمت عرضا عن فكرتنا أمام الحضور، وقلت بثقة: إذا أردنا أن نحافظ على المستقبل فعلينا أن نحترم الأرض. صفق الحضور، وقالت لي امرأة سيوية: كلامك يشبه عين كليوباترا، صافي وصادق. ضحكت ونظرت إلى الواحة الممتدة، وأدركت أن بلدنا جميل ويستحق أن نهتم به ونحافظ عليه.